أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. النهاردة بنزف للسماء 35 شهيدا جديدا ينضم لصفوف الشهداء والقديسين والأبرار 35 شفيعا. السيد المسيح النهاردة أخرج من خزائن السماء 35 إكليلا يضعهم على رأس هؤلاء الشهداء القديسين. تخيل معايا انك تكون واقف بتصلي قدام الهيكل او رافع ايدك ومغمض عينك قدام صورة المسيح، ولما تيجي تفتح عينك تلاقي نفسك واقف امام السيد المسيح له كل المجد شخصيا، وشايل لك في ايده التاج بتاعك وبيقول لك نعما نعما أيها العبد الصالح والأمين. تفتكر هيكون إيه إحساسك؟ هتكون في منتهى السعادة، هتكون في منتهى الفرحة. اللي حصل النهاردة في كنيسة ماري إلياس في دمشق سوريا إن كان مجموعة من الناس بتصلي في الكنيسة زي عادتهم، كل حد بيصلوا عادي جدا في الكنيسة، رافعين ايديهم لربنا عشان يرفع عنهم البلاء والغلاء اللي موجود في دولتهم. ويدخل عليهم واحد غاشم لا يملك قلبا ولا يملك احساسا، ويدخل ومعاه سلاح ومعاه حزام ناسف لابسه، وللأسف يضرب بالنار على الناس اللي موجودة، ولكن مش كل الناس اتصابت. وطبعا هذا الأمر أزعجه، ازاي يعني محدش انصاب او ازاي محدش مات؟ انا جاي هنا علشان اعمل مهمة معينة وهي تفجير الكنيسة. طب نعمل ايه؟ نلجأ بسرعة للحزام الناسف، وبالتالي فجر نفسه داخل الكنيسة وسط الناس. راح ضحية هذا التفجير 35 شهيدا مسيحيا. خلي بالكو ان دي النتائج الاولية، دي مش النهائية. النتائج الاولية بتقول ان في 35 شهيد، ولكن في اكتر من 80 حالة حرجة بين الحياة والموت. لعلك تصحى بكرة تلاقي العدد بقى 70-80 واحد استشهدوا. طبعا رقم كبير جدا جدا. يعني ايه ده؟ هم بيتعاملوا على انهم فراخ ولا ايه؟ يعني حاجة صعبة ملهاش اي تفسير. ولكن بعدها بشوية تنظيم داعش الارهابي اعلن مسؤوليته عن هذا الحادث، وطلعوا بيان قالوا فيه ان هم اللي فعلا عملوا كده، وان هم فعلا اللي لسه هيعملوا كده تاني، وبيقولوا ان احنا هنطهر الشام من الصليبيين والحاجات اللي بيقولوها دي. طبعا ناس كتير جدا بدأت تتكلم عن الموضوع ده، وكمان ناس اللي هم الشرطة السورية الموجودة هناك بدأت تقول ان احنا بنمشط حوالين المكان علشان نوصل لأي دليل يوصلنا لشخصية هذا القاتل. نحاول نوصل للجماعة اللي زقتوا على الكنيسة، نحاول في أسرع وقت نريح المسيحيين ونخليهم مبسوطين ويحسوا إن حق ولادهم رجع مرة تانية. الفكرة يا جماعة مش فكرة كنيسة اتفجرت، ولكن فكر بقى موجود إن الكنيسة دي لازم تتفجر. يا الكنيسة دي موجودة ليه؟ لازم تتفجر. طبعا دي حاجة يعني كارثية، خصوصا لما يكون ده نفس الفكر لرئيس الدولة. الجولاني على فكرة عنده نفس الفكر، لأن هو كان منتمي لهذه الجماعة في يوم من الأيام، جماعة داعش دي. الجولاني كان واحد منهم وكان من أشطر الناس فيها. علشان كده أمريكا حطت على دماغه أو على راسه 10 مليون دولار للي يبلغ عنه أو يقتله. 10 مليون دولار، لأن هو كان إنسان خطير جدا النهاردة وبقى رئيس دولة، وعنده نفس الفكر اللي عند الشخص اللي دخل فجر نفسه جوه الكنيسة. ودي كارثة كبيرة جدا. توفيق عكاشة
اتكلم عن الموضوع ده وقال كلام مختصر ولكنه في الصميم، ما اتكلمش كتير، ولكن هو قال شوية كلام كده يعني حلوين أوي بصراحة. أول حاجة قال إن المسيحيين أكتر ناس تحملت إهانات وتعب وتفجيرات وسفك دماء وناس تضطهدهم وناس تتعبهم وناس تشتمهم وناس تهينهم أكتر مما يحتمل 500 مليار مسلم. هما المسيحيين قليلين في العالم، أو قليلين حتى في الدول العربية، ولكن محبتهم للناس كبيرة قوي. محبة المسيحيين للناس كبيرة، عشان كده الناس بتخجل من نفسهم لما بيتعاملوا مع المسيحيين، لما بيشوفوا بساطتهم ومحبتهم ورعايتهم للناس اللي محتاجة رعاية. حتى الناس اللي بتضايقهم بيصلوا لهم وبيذكروهم دايما في صلواتهم. يكمل كلامه توفيق عكاشة ويقول ده عندهم آية في الإنجيل بتقول: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. يعني حتى وانتم مفجرين الكنيسة، وحتى وانتم تعبينهم، وحتى وانتم قرفينهم في حياتهم، هتلاقوهم بيصلوا لكم، هتلاقوهم بيذكروكوا دايما بالخير. وهم دول المسيحيين اللي احنا تعودنا عليهم، هم دول، مفيش جديد، مفيش اختلاف. المسيحيين بمحبتهم غمروا العالم كله، المسيحيين بتحملهم غمروا الدنيا كلها تحمل، المسيحيين بمحبتهم غمروا الدنيا كلها محبة، بتسامحهم غمروا الدنيا كلها تسامح. يا ريت الناس اللي بتقتل المسيحيين او بتضطهدهم يعرفوا محبة هذه الناس، لو عرفوها ما كانوش يعملوا كده ابدا فيهم. ويكمل آخر حاجة توفيق عكاشة ويقول: أنا بعزي كل إنسان أهله راحوا ضحية هذا العمل الإرهابي الغاشم. بطلب من الله إن هو يرحمهم ويحسن إليهم ويغفر لهم خطاياهم ويبارك في حياة أسرهم ويديهم صبر ويديهم تعزية، لأن فعلا المسيحيين مش محتاجين غير التعزية وكلمات المحبة. مسيحيين لا محتاجين فلوس ولا محتاجين مجوهرات ولا محتاجين مال ولا محتاجين سلطة ولا محتاجين نفوذ ولا مراكز، لكن محتاجين يعيشوا في محبة الله، محتاجين يعيشوا في هدوء، محتاجين يعيشوا في سلام. علشان كده المسيح دايما بيقول لهم: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. عشان كده هم عايزين دايما يصنعوا سلام، عايزين يحبوا كل الناس. حتى الإنجيل قال: على قدر استطاعتكم فسالموا جميع الناس. لو تقدر تسالم جميع الناس سالمهم. لكن هل يا ترى انت لما بتسالم جميع الناس يا مسيحي محدش بيجي يقتلك؟ بالعكس، حتى لو كنت بتسالم كل الناس بيجيلك برضو الإنسان المتطرف، بيجيلك الإرهاب في وجهه الأسود ويعمل عملته الخسيسة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.